طيب، مساء الخير او صباح الخير حسب الوقت الفيديو اللي انت بتسمعني فيه. انا اسمي زياد نبوي، فلاتر ديفلوبر، ودي اولى حلقات من سلسلة جديدة نتعلم فيها دارت فلاتر خطوة بخطوة. الفكرة اننا نبدأ من الصفر تماما، كأنك عمرك ما برمجت ولا تعرف يعني ايه برمجة. فتعالى نشوف. طيب، عمرك سألت نفسك يعني ايه كلمة برمجة؟ طيب، اشرحها لك بمثال بسيط جدا. دلوقتي انت قاعد مع حد من صحابك وقلت له هات لي ازازة المية دي، فهو سمعك، فاهم انت عايز ايه، جابلك ازازة المية واداها لك. ده بالظبط اللي بيحصل معاك لما بتاخد اي اكشن للجهاز او بتدي اي اوامر للجهاز، سواء الجهاز ده كان كمبيوتر او موبايل او ايا يكن. طيب، لغة التواصل اللي بينك وبين الجهاز دي ازاي؟ هي لغة البرمجة، سواء اي لغة برمجة إن كانت. طيب، واللي احنا هنتعلمها مع بعض اللي هي دارت. طيب، يعني ايه دارت وليه نستخدمها؟ طيب، تعالى اقول لك. في 2017 جوجل بدأت تطور في فلاتر، وعلشان تستخدم فلاتر دي فهم بنوا لغة اسمها لغة دارت. تكون سريعة على الموبايل، تدعم واجهات بشكل سلس، سهل التعلم للديفلوبر والمطورين. فيها هوت ريلود عشان تسهل تجربة التطوير. دي كانت بالنسبة أصلا لعالم البرمجة، فهي كانت طفرة. انك انت مجرد انك تحط البوتوم وتعمل هوت ريلود فهو على طول بيظهر، بدل ما ان انت كنت تقفل الابليكيشنز او تقفل الويب وتشغله من اول وجديد علشان تشوف الاكشنز اللي اتغيرت او الحاجة اللي اتغيرت قدامك. طيب، هما اصلا ليه سموها دارت وايه معناها؟ لو ترجمتها ترجمة حرفية فهي عبارة عن ان هي سهم صغير وسريع ودقيق. ان هي دارت بتتميز اصلا بسرعة في الاداء، البرفورمانس بتاعها عالي، دقة يعني السترونج تايبنج، يعني انت هي مش محتاجة منك اوامر كتير ولا اوامر معقدة. هي بتاخد منك الاوامر السلسة والسهلة، وانت لو فاهم كويس في الانجليزي، او يا عم اقولك مش لازم كويس، يعني فاهم مبدئيا في الانجليزي، فانت بسهولة جدا هتتعلم دارت. بس الخلاصة ان احنا ان شاء الله هنبدأ من اول سطر الكود لحد الاحتراف، لحد ما تبني ابلكيشنز مثلا زي اي كوميرس. هو اشهرها اي كوميرس بصراحة عشان هي ضمه كل حاجة، جوجل مابس والبيمنت والحاجات دي. بس كل فيديو هيكون بسيط ان شاء الله. ولو عندك اي سؤال سيبه عندي في الكومنتات، وان شاء الله هتابع معاك. وكل فيديو هنزله لك هيبقى فيه تاسك في اخر الفيديو. لو انت وقفت معاك مشكلة، حصل معاك اي حاجة، تقدر تسيبهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك. ولو وصلت لهنا متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو الجاي. سلام.